السلام عليكم، كي راكم؟ نتمنى تكونوا غاية وفي أحسن الأحوال يا رب العالمين. في هذا الفيديو راح نتقاسم معكم كيفاش نحضر شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. في هذا الجزء الأول تاع التحضيرات تاعي حبيت نتقاسم معكم ونعطيكم أفكار هكا ونتقاسموا الأفكار مع بعض كيفاش نحضروا التجهيزات تاعنا. إذا أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك واللايك باش يوصلك كل جديد. هنا بسم الله على بعض. نبدا مع خواتاتي. الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي تنظيف الثلاجه والكونجيلاتور. نطفوها مليح بالماء والخل، واذا عندكم الكلاصون يعني حاولوا تنقوها مليح هكا باش كي تدسوا حاجه تدسوها في حاجه نظيفه. الاولى الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي الليم كامل، يعني كاع نبغوا ندسوا الليم. طريقتي هي ما نبغيش ندسه في كونجيلاتور، نبغي ندسه يعني في الثلاجه في التحته، ويقعد معايا لاطول مده. شايله تبعي الخطوات كيفاش ندير باش ينجح معك. الحاجه الاولى قضبي الليم تاعك، ما تغسليه ما والو. كوني توشي الليم كوني توشي الماء غادي يفسد معك وما غاديش يطول معك. ما تغسليش، قضبي نقيه من ديك الاغصان، نقيه مليح من الغبره هكا بطورشون يكون نظيف، وزيدي عليه بهذاك الورق تاع المطبخ اسويتو هذاك، نقيه مليح مليح، نشفيه اي حاجه ميديتي تكون فيه ولا غبره ولا، نقيه مليح كما راكم تشوفوا. ونقضب الالومنيوم، نقطع هكا يعني دي مورسو تاع الالومنيوم. الجهه اللي تبرق نخليها للخارج، ونبدا يعني نغلف فيه. ما لقش قاعد تخلوا له الهواء باش يدخل، تضغطي عليه مليح كيما هكا. شوفي لازم تغطيها مليح، ما لقش تخلي زعما مورسو باين ولا، غطيها مليح بالالومنيوم. هذه هي طريقتي انا اللي معتمدتها ويقعد معايا لاطول مده، ما يفسد ما والو. نديره كاع في الالومنيوم، نديره في سله صغيره باش ما تديليش البلاصه كما عارفين في الفريجيدير، ونديره في الباب. ما لازمش فاني تقطر عليه كاش حاجه ولا ما لازمش يلامس الماء. انا نديره في الباب هكا باش نضمن باللي ما يقيسش الماء ولا حاجه ولا اي سائل. نروح للطماطيس. انا هذه الطماطيس بالمناسبه رسلتها لي اختي، رسلت لي كميه كبيره. نقولها ربي يعطيك صحتك وربي يبارك لك في رزقك ومالك ان شاء الله، وربي يعني يعطيك الصحه والخير يا ربي. ننظف ذيك الطماطيس، نغسلها مليح مليح، ونبدا نقطع فيها بها يعني نقلح غير هذوك الزوائد تاعها، ونضيف عليها نص حبه بصل ونقطعها لشرائح كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وخليها فوق النار، نخليها تغلي يعني مده انا خدات لي واحد 10 دقائق الى ربع ساعه باش ينشف منها وتطيب مليح، ما نبلع عليها ما والو. في هذا الوقت في نفس الوقت خواتاتي نروح نحضر هنايا لاباط فايتي اللي نبغيها في رمضان ونبغي نوخرها على روحي باسكو تدي لي الوقت وكاع. ديت كيلو وزدت عليه 200 غرام تاع فرينه. هنا نغربلوها مليح مكاش زوائد ولا، نضيف عليها 2 مغارف الى 3 مغارف تاع ملح، نذوب داك الملح في الماء ونبدا نلم فيها بالماء يكون شويه بارد. ما لازمش تجروا لاباط كما راكم عارفين، كي تجروها يعني غادي تغبنكم كي ديروا الفيطاج تاعكم. خلوا لاباط لموها شويه قاصحه بهذه الطريقه. يعني هذا لاباط فايتي انا نديرها نخزنها، ندير بها لي فولوفون، ندير بها لي شوسون، ندير بها بيتزا، يعني ديروا بها وصفات بزاف هكا. سورتو للمرأة العاملة كما راكم تعرفوا، نجي عايه من الخدمه نلقى صوالحي واجدين، وهاد الصوالح ما نبغيش نشريهم صراحه. نقول علاه نشريهم وانا نجم نحضرهم في البيت هكا، تكون حاجه نظيفه، نضمن تكون حاجه نظيفه. هنا اوتر طون نروح نضرب طلع للطوماطيس واشاك فوا نحركها. كما كنت نقول لكم خواتاتي، هاد الصوالح وخريهم على روحك وسهلين يعني ماهمش صعاب. نروح للمارغرين نقسمها على 2، نحاول نبسطها مليح، نقسمها على 2 يعني كل عجينه ندير فيها 250 غرام تاع مارغرين. يعني الوزن تاع العجينه 600 غرام والمارغرين 250 غرام. المارغرين لازم تكون طريه باش ما تعذبكش، باش كي تجي ديري الفيطاج يتمشى معاك مليح الدهان، ما يقعدش يقطع لك في العجينه.
اذا كنتي دايره المارغرين في الفريجيدير خليها تطرى. المهم ديري لي تور تاوعك كيما مداري تاع لاباط فويتي. اشاك فوا تخلي لاباط تريح باش ما تعذبكش وباش تمشى معاك مليح. هذه هي كيما راكم تشوفون. ندير العجينه الاولى، نزيد العجينه الثانيه، و او ميم طون ما تنساوش طوماطيس اشاك فوا حركوها. فوالا بهذه الطريقه. وهنايا بعد نروح للطوماطيس، شوفوا كاع نزلت الماء هذا كاع نشف. نروح هنايا نفوتها في هذا الطحانه باش يعني تحافظ على اللون تاعها، واللون تاعها يجي شباب. كما راكم تشوفوا ما تنساوش اللايك. اذا مازال ما درتوا الجام ديروا جام وديروا اشتراك هكا باش يوصلكم كل جديد. هكا تدوا افكار ونتقاسموا مع بعض خواتاتي الافكار في هذا القناه. نروح كما قلت لكم نطحنها كامل في هذيك الرحه. كي طحنوها في هذه الرحه ما تجيكمش اورانج، راكم تعرفوا باللي كي تميكسوها تجي لا كولور تاعها اورانج. هنا نتخلص من هذا الزوائد. هنا شفتها باللي مازالت غليظه نفوتها في الميكسور، بصح صدقوني درتها الميكسور بعد اللي طحنتها وقعدت حمراء وشابه. نروح نعاود نخليها تغلي. هنا نضيف لها تلت مغارف تاع زيت، وزدت لها 2 مغارف صغار تاع ملح، ومغرف كبيره تاع طوماطيس مصبره. خليها تغلي غليه ولا 2 كما راكم تشوفوا. جات تشهي، جات ما شاء الله حمراء. تخليها تغلي، من بعد تطفي عليها تخليها تبرد تماما. لازم تكون بارده باش تخبيها، ما تخبيهاش وهي حاميه. هنايا سي بون غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. نروح نحضر لي بواط هادو شريتهم انايا من هادوك اللي عند اللي يبيعوا الدوزان تاع الحلوى. كاين كاع الاحجام كبيره صغيره. انا نستعمل هادو صغار للبيتزا. كم عارفين تجبدوا على حساب اللي تستحقوا. نمسحوهم مليح، ما تنساوش تمسحوهم كاش غبره ولا راكم عارفين. نمسحوهم مليح ونعمروا على حسب اللي نستعملوا. انا هادو كبار نستعملهم للشوربه للحريره. كي ندير حريره تاع يومين ولا 3 ندير هذا يعني لي بواط الكبار. وللبيتزا ندير هادو كي نجبدها نضيف لها غير شويه زعتر ولا زعتره، نخليها تغلي هكا النسمه تجي تاع الزعتر تكون جديده. هذه هي، ما نضيف لهاش الزعتر دروك ولا. فوالا هذه هي. نزيد نبلعهم بالسكوتش باش نضمن باش ما ينحلوش. نروح لاباط فايتي تاني كذلك نقسمها على تلت قطع باش كي تخرجوا المورسو يكون يعني قد اللي تحقوا. فوالا هذه هي. شوفوا كي جات شابه والتوريق كي راه يبان. نلويها في هذاك البابي سيلوفان باش نضمن باش ما يقيسهاش الماء ولا اي حاجه في الكونجيلاتور. ونزيد نديرها في هادو الساشيات تاع كونجيلاسيون. نروح نحضر معاكم هذا يعني الوصفه اللي ما تخطينيش ومعتمدتها اللي نحضر بها لي فون دو طارت. عندي 250 غرام تاع زبده ولا مارغرين تكون طريه. نزيد عليهم 2 حبات تاع بيض، ونزيد عليهم مغرف صغيره هذيك صغيره تاع لاتاي تاع ملح. اذا حبيتوا ديروها سكري وصالي يعني ما تكثروش الملح وضيفوا يعني 2 مغارف تاع سكر غلاس اذا بغيتوها لي فون دو طارت تاع تارتولات ولا. وزدت لها 4 مغارف تاع زيت. وتبداو تخلطوا في هذاك البيض. لازم يدخل مليح مليح. شوفوا لازم هكا يولي هذا القوام كريمي باش تحبسوا التخلاط. ضيفوا لها الفرينه. بدات تلموا بالفرينه. الفرينه انا يعني مغربلتها باش تجيكم خفيفه. وضيفوا لها نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات وتبداو تلموا. يعني ما تيبسوش لاباط لازم تكون طريه. ديرها في ساشي باش ما تنشفش معاك. وتبداي يعني تحضري في ليمون. انايا درت هادو ليمون لي باركات، درت هادوك مدورين، درت يعني كاع الاحجام. هنايا انا نفضل هذه الطريقه. ديري يعني كميه من العجين ويعني وتعيطليها في المول. هنا ولدي قال لي نعاونك هكا دخلوا وليداتكم للمطبخ ربي يحفظهم ان شاء الله.
واللي محروم ربي يرزقه إن شاء الله يا رب العالمين. هاكا تكملوا قاع الكمية اللي راهي عندكم. ندير هنايا في الكونجيلاتور، نثقبها الأولى بالفرشيطة، ندخلها كونجيلاتور غير قد اللي تجمد معايا شوية باش ما تهوجش في الفرن، وبعد نحمي الفرن على 180 درجة نخليها طيب مليح. هذه هي. وشوفوا بعد اللي طابت يعني تجي شاده روحها، ما تجيش ما تهودلكمش في الفرن. شوفوا على حساب المول تاعها. نخليها تبرد فاني تماما. درت يعني المول باش نزوق به في السلطه. هذه هي الكميه. نخليها تبرد قلت لكم يعني تبرد مليح، ما تدسوهاش وهي حاميه. فاني دسوها في لي بواط كيما راكم تشوفوا. هادو لي بواط يعجبوني ينظموا الكونجيلاتور، كل حاجه تبان منهم جايين ترانسبارون، هكا تعرفي شراه فيها بلا ما تضلي تحلي دي فون دسو حاجه ما نعرفوش كاع شراه فيها. دونك هادو سي براتيك ويولموني انايا، مساعديني بزاف. هكا حبيباتي وخواتاتي، نروحوا لا شابلور اللي اي بيت يعني يستعمل هاد لا شابلور. الخبز كاع عندنا دونك ما تقيسوش. انا اشاك فوا يبقى لي الخبز نروح نقطعه كيما هكا الى دوائر، ونحمي الكوشه غايه ونخليه يحمر، من بعد نقلبه على الجهه الاخرى باش يعاود يحمر مليح ويدي هذيك لا كولور دوغي، ومن بعد نطحنه كيما هكا وندسه. يعني تقعد معاك العام كامل بلا ما انا ما نفضلش هنايا نزيد لها لي زيبيس. انا نبغي كي نبغي نستعملها ندير لي زيبيس في لا غوسيت اللي راني باغيتها، على حسب لا غوسيت اللي راني باغيتها، ما نديرش لي زيبيس دروك. هكا خواتاتي شوفوا اللي ما عندهاش الروبوت قد ترحيها في المهراز ولا اي حاجه، باسكو هذا خبز بالخف ينطحن. وهذه هي التحضيرات والجزء الأول اللي شفتوه معايا كيفاش نحضر رمضان، وتقاسمت مع هكا تدوا أفكار ونتقاسموا مع بعض الأفكار. نتمنى الفيديو تاع اليوم راح ينال إعجابكم إن شاء الله. قارعوا لي في فيديو آخر إن شاء الله نزيد معكم الجزء الثاني لتحضيرات شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك، ودمتم في رعاية الله.